اخواتي. اوكي. عودة. يعني ما افتكرش ان هي عودة. ما اعرفش حقيقة، انا في الاغلب مش بعمل فيديوهات اصلا بقالي فترة كبيرة جدا. يكاد يكون في الفترة الأخيرة هي محاولة لجوء الحسابات، التركيز على الحاجات الأساسية والحاجات الواضحة معاك، والحاجات اللي هي مش في اللونج تيرم فيجن على قد ما هي بتبقى في الحاجات اللي انت يعني ممكن نقول في الحاجات اللي هي يعني accessible. تعرف ان انت يعني انت لو شغال مثلا تهتم بشغلك، لو بتعمل حاجة وإلى ما آخره. فبس فالفترة الأخيرة كنت يعني غايب حاجات زي كده. عامة في الفيديو ده حابب ان انا اتكلم في حتة الكونسيستنسي والاستمرارية. قد ايه لما باجي ابص على كتاب مثلا، الكتاب ده مقرأتوش بقالي فترة كبيرة جدا، او الكتاب ده كان كبير. يعني من ضمن الكتب الكبيرة بالنسبة لي، انا قرأت مثلا Thinking Fast and Slow، او التفكير البطيء والسريع. ده كان واحد اسمه دانيال كان المفروض ان هو عالم، كان بيتكلم عن نظام المخ. ما علينا يعني من قصة الكتاب ده، ممكن يبقى في حاجة تانية. بس الكتاب كبير قوي فلدرجة ان انا لما باجي فترة من فترات في وقتها يعني بفتكر ان لو انا مثلا بصيت على الكتاب بحاجة كبيرة جدا، فانا مش هقرأه في الاغلب. فانا كنت بقرأ كل يوم حوالي 20 صفحة 15 صفحة وبس. الكتاب ده من أفضل الكتب اللي أنا قرأتها تقريبا لغاية الآن، ومن الكتب اللي أنت ممكن ترجع لها تاني وتسمع عليها بودكاست وتشوف آراء الناس في حاجة زي كده، لأن الكتاب جميل جدا. ده نفس الكلام بتأبلاي على حاجة زي اللغة. آه أنا فاكر مثلا في أول فترة كنت بتعلم مثلا، بدأت مثلا ألماني، أو فكرة إن أنا أبدأ ألماني بدأت في حوالي 2024، في شهر واحد مثلا أو شهر اتنين. طبعا احنا حاليا 9/6/2025، ف سنة ونص. عامة بقالي فترة الحمد لله في consistency حلوة جدا 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 في تعلم اللغة وإلى ما آخره البروسيس، وإن أنت بتلاقي بروجرس طالع شوية. نسبيا بتعرف تتكلم، نسبيا نطقك أحسن، نسبيا عندك كلمات أكتر، which is عادي. ده المطلوب. اللي بستغربه هو في الناس اللي هي بتحاول ان هي تجيب كل حاجة بداية من اول يوم. انا اول يوم عايز اطلع ابقى بتكلم اللغة، اول يوم عايز ابدأ ان انا اعمل كل حاجة حتى الجيم. انا متأكد بنسبة كبيرة جدا ان ممكن تكونوا اتفرجتوا على اكتر من فيديوهات كتير جدا بخصوص الديسيبلين والكونسيستنسي والمش عارف ايه. بس صدقوني ال believe in me، يعني 30 minutes، 30 دقيقة، 40 دقيقة، 50 دقيقة من يومك، ايا كان شغلك ايه، it will turn out your whole life. it will change it. حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي ممكن تحصل في 30 minutes. بتفرج حاليا مثلا على كورس زي ده مثلا على منصة ينفع، عملت فيها subscriptions. وكمان عملت subscription على منصة المنتور. فبحاول انا عارف طبعا ممكن علشان بس عندهم عرض وكده، فحبيت ان انا استغله. عامة عارف ان في حاجات هتلاقي يوتيوب طبعا، ده حاجة اكيد، ولكن انا بتكلم دي كانت حاجة كيس معينة يعني. الفكرة اللي هو لو انا كل يوم مثلا هتفرج على حلقتين بس، فالكورس اللي انا بتفرج عليه ده مثلا الكورس اللي انا بتفرج عليه ده مثلا 24 حلقة. فانا لو كل يوم الحلقة ما يقرب على 8 دقايق. طبعا البرودكتس والناس اللي بدأت تعمل بعد كده حاجات إعلامية كتير جدا، سوري، حاجات كورسز او كده، بقوا يهتموا جدا بفكرة الوقت، لانه كانوا عارفين ان في distractions او في خلينا نحط الشاحن بس، في distractions كتير جدا ممكن تحصل لك على مدار يومك او مدار الوقت انت بتذاكر فيه. فهم بيعملوا حساب حاجة زي كده، فهم 7 دقايق انت مركز في 7 دقايق فهم كده تمام. ده كان معلومة. طبعا عبارة مقدمة والى ما اخره، وفي حاجات بتبقى مش لازم تديلك المعلومة بشكل كامل. يعني يعني مثلا الفكرة، طبعا ممكن تعمل حاجة زي كده اهو. بحاول ان انا اكتب عليها الحاجات. يعني اكتب انت عاوز ايه، ابدأ بفكرة الشهر ده او الشهرين عاوز ايه مثلا. انا فاكر ان انا في فيديو عملته على اول السنة كان هو فكرة
ازاي تبدأ، او ازاي حتة ان انت تحط هدف السنة الجديدة وتشتغل عليها والى ما اخره. فيهم حاجات become achievable يعني، وخلاص حاجات انت تخلصها، وحاجات مش عارف ايه. ففي حاجات كتير قوي كده. الفكرة في حتة الكونسيستنسي، يعني انت بتبص على حتة اللغة ايا كانت اللغة هي ايه، صيني، اسباني. انا بتكلم باللغة تحديد لان اللغة انا واجهت فيها تو challenges. انا كنت بتعلم انجلش، بعد كده الحمد لله وصلت ليفل كويس جدا 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 في الانجليش. بدأت ان انا اخش اشتغلت في كونتاكت سنتر، بعد كده اشتغلت قبل كده في اتش ار مش عارف ايه. بعد كده حاليا بتعلم، فالى حد ما بتكلم على حاجه انا واجهتها. كنت فاكر ان انا كنت شغال في فيديو برضك اللي هو كنت شغال في اكونت عربي، بعد كده قلبت ومش عارف ايه والشغل ده. بعد كده دخلت في حاجه تبع الداتا اناليسيس والداتا ساينس، وستيل يعني موجود فيها، مهتم بكام حاجه. اللي انا عايز انا اقول ان هي بتبان عادة صعبة لغاية ما هي بتبقى حقيقي. فبس في فكرة حاجة زي كده انت اديها 30 دقيقة. 30 دقيقة دي تعلم حاجة جديدة، سكيل جديدة. وخلي بالك انا كمان في نقطة كمان حابب ان انا اتكلم فيها، حتة شات جي بي تي مثلا. شات جي بي تي، ديب سيك، جيميناي، كوبايلوت، كل الادوات دي حلوة، ولكن الادوات دي مش معلومة، يعني مش معرفة. بمعنى ايه؟ انا هدخل مثلا نفتح دلوقتي مع بعض تجربة. آم، يعني خليني كده، انا بحاول ان انا اجيب الانبوتس اللي انا كنت حاططها من شوية حالا، وانا كنت لسه بكلمكم يعني قبل ما اعمل الفيديو ده عشان كنت ببص على كام حاجة. يعني انا كنت باجي اقول له ان انا عندي انترفيو الى ما اخره. آم، فبقول له اديني. طبعا المعرفة بالشيء بيساعدك ان انت برضك يعني. انا هقول لك دلوقتي على حاجة. دلوقتي لو احنا رايحين نتكلم مثلا عن عن حاجة اسمها زي الوجودية مثلا. هستعين بالمثال ده لأن في حلقة مثلا دحيح الوجودية، ففي نسبة كبيرة جدا هتكون لو شافوا الفيديو ده فيكون شافوا فيديو الأحياء أو حاجة زي كده، يعني ممكن نسبيا. الوجودية مثلا أنت ممكن متكونش عارف يعني إيه وجودية عامة ككلمة، فبالتالي أنت مش حتى مش هتعرف إن أنت تحط البرومبت أو تحط الانبوت ده لشات جي بي تي، فبالتالي مش هتعرف تجيب أكيوريت أنسر. وحتى لو جبت مش هتتأكد إن هي صح ولا غلط، لأن أنت برضك النولج بيس بتاعتك مش أحسن حاجة. ومن هنا لازم أنت تكون فاهم أنت بتعمل إيه بالظبط. فبالتالي لما تيجي تحاول انت تدور على حاجة، حاول ان انت تفوكس على فكرة ان انت تكون فاهم الحاجة اللي انت بتدور عليها، وتفهم. مفيش حاجة بتيجي بسرعة، يعني السكيلز مثلا. لو انت مش فاهم حاجة في اليوزر اكسبيرينس مثلا، اليو اي واليو اكس مثلا، وحابب ان انت تتعلم، ما ينفعش شات جي بي تي يعلمك، ومفيش حد يجي يعلمك ب5 دقايق او 10 دقايق. في فرق ما بين ان انا باوتوميتد حاجات انا هي ريبيتيتيف، فشات جي بي تي بيساعدني ان انا اوتوميتد. يعني انا عايز اكتب كود مثلا، فالكود ده مثلا بدل ما اجي هقوله يعني عايز اكتب مثلا، نسيت مثلا السنتاكس بتاع مثلا الفول لوب مثلا، او نسيت حاجه ايا كان الحاجه اللي انا نسيتها. فانا ممكن اوتوميتد حاجه زي كده بشات جي بي تي، اجي اقول له والله لا اكتب لي الكود بيعبر عن كذا وبس. بس انا عارف انا عاوز ايه. بس الفيديو ده حبيت ان انا اعمله، يعني ممكن يكون جزء زي ما عادة متعود ان انا بحب ان انا اتكلم واشير حاجات من ضمن الحاجات اللي انا مهتم بيها يعني في الفترة. وبس كده، اتمنى ان يكون كل حاجة كويسة معاكم، واتمنى لو في اي comments او اي point of your view، اي نقطة او اي رأي يعني حابين تضيفوه، ف you are very welcome يعني. لان انا عامل حاجة زي كده او عامل المكان ده زي كده عشان نعرف ان انا الاقي community بتسبورت او بتحب حاجات زي اللي انا مهتم بيها، زي جزء التعليم، الاكسبيرينس، اراء والى ما اخره. بس شكرا جدا.